السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة وبألف خير. احنا النهاردة هنتكلم عن الجرب وعن الوصفات الكتيرة اللي احنا قلناها قبل كده وطلعت مش نافعة. احنا دلوقتي هنقول الوصفة اللي اكيد نافعة واكيد بتجيب نتيجة جامدة مع الارانب. وطبعا احنا بنتعلم من التجارب اللي احنا بنقوم بيها بعد قبل كده. دلوقتي احنا قلنا قبل كده على الزيت بتاع العربيات، ودي طبعا فيك فيك فيك. وصفة مش نافعة خالص. الوصفة الأكيدة هي ايه؟ هو المرهم ده اللي هو منج سايد ده، بصراحة مفيش زيه. اوعوا حد يقول لكم اي وصفة تانية وتصدقوها. الوصفة بتاعت الزيت العربيات انا جربتها وفعلا فعلا طلعت فيك، ما بتعملش اي حاجة غير ان هي بوظت لي الارانب وخلت الارانب كلها لقطت جرب والدنيا باظت عندي خالص. دلوقتي هنتكلم الاماكن اللي بيبقى فيها الجرب. شايفين المكان ده كله اهو، وهنا اهو بيبقى تحت الشعر. لا انت لما تحسسي كده وتلاقي المكان ناشف، تعرفي ايه ان في جرب. هنا كده كده، او انا دهناها قبل كده مره، عشان كده ايه ظهرت. شايفين المكان ده اهو. وهنا هنا الحته دي كده، وده كله وده، وحوالين العين والودان. شايفين الودان اهي برضه، انا عشان دهناها قبل كده طبعا. الحمد لله يعني في الطريق للشفاء انا دهنت مره واحده اهو. فين تاني؟ في الرجول والضوافر. الضوافر دي كل ده انا بدهنه لحد الاخر كده، عشان ده كله ممكن ايه يبقى فيه. طبعا احنا ممكن ما نشوفوش ويبقى فيه حاجات بسيطه موجوده وانت مش شايفاها. فلو في جرب في اي ارنب وانت شفتي حاجه بسيطه فيه، لازم تدهني المكان، كل الاماكن اللي انا بقولك عليها دي كلها، علشان لو في مكان انت مش شايفاه فانت كده كده هتكوني دهنتيه. فهو كده اهو الرجول اهي، والرجول اللي تحت كمان باخده لحد ورا هنا، الورا من ورا من تحت كده الحته دي كل ده، والضوافر اهو، الديل ده برضو بيندهن. والمكان فتحه الحايه كده تدهني برضو ايه حته فيها، عشان لو في جرب بيبقى ايه انت خدتي احتياطاتك من الاول، والموضوع ما يطولش معاكي زياده عن اسبوع. ما يطولش، هو يدوب اسبوع الجرب يروح من عندك خالص ان شاء الله. طب هنعمل ايه؟ ادي المرهم اهو اللي هو من جسري. انا ما بستخسرش، بدهن بكميات كويسه علشان الحاجه تاخد راحتها معايا. طبعا انا هديها الاول حقنه للجرب. الحقنه دي اهي، يا ده يا اما ايفوماك سنتي، يا سنتي من ده سنتي ايفوماك تحت الجلد. طبعا هديها السنتي ده عشان الجرب، طبعا دي ما هيش عشر ولا حاجه، فانا هديها سنتي تحت الجلد قبل ما ادهن، عشان ايدي هتبقى متعصه مرهم. فايه هديها الحقنه الاول. هنديها الحقنه تحت الجلد وهديها. انا دلوقتي هندي تحت الجلد، هنرفع الجلد كده اهو، هنحط الحقنه ونديها لها. دي حقنه ايه؟ الجرب. ماشي، دي بتتاخد كل شهر. حقنه الجرب دي بتتاخد كل شهر. طب هنيجي بقى للمرهم. هندهن المرهم اهو. شايفين المكان؟ بندهن يعني ما بنستخسرش المرهم، بنحط. انا جبت البرطمان عمل لي ايه؟ عمل لي 3 ارانب. ما استخسرش المرهم علشان يجيب نتيجة. طبعا هم بيبقوا مثلا يخفوا في الاكل شوية في فترة العلاج دي، بس بعد كده بصراحة بيرجعوا
احسن من الاول 100 مره. ربنا يشفيهم ان شاء الله. انا بقول لكم هي الارنبه اللي انا كنت بعالج فيها، كمان انا كنت مغبيه على ارضي وكان كله مطلوق مع بعضه. فاللي بيجيله تعب في التربيه الارضي دي بيعدي كل اللي موجودين. الايد برضو اهي، اهم حاجه بدعك كويس، ما بستخسرش بقول لكم في المرهم، بحط بكميات مش مشكله. ولو عندي ام ومعاها عيال ومعاها خلفه وعندها جرب بدهنها برضو. الدهان اللي فيها ده بيعمل في عيالها كمان، فما بتطلع الخلفه بتاعتها ان شاء الله ما فيهاش حاجه. عشان لما كان عندي ام وعندها جرب وما دهنتهاش كنت خايفه ادهنها بقى عشان معاها اولادها وكده. ف عيالها كلهم طلع عندهم جرب، وطبعا كانوا صغيرين، فمهما عملت معاهم ما بعرفش اعالجهم زي ما بيبقوا كبار كده. انما لما تبقى ام وتدهنيها، هي بقى ايه يعني عيالها من كتر ما هما بيروحوا يرضعوا كده فبيتعاصوا منها بطريقه ايه سهله، فما بيحصل لهمش حاجه. ممكن تمسك من هنا. شايفين المكان اللي ورا ده اللي في الرجل من ورا اهو اهو. طبعا هو عشان عنده جرب قلش كمان شعر، الجوانتي اتخلع مني. واحد ايه ده، الصبع راح مطرح الصبع. انا لابسه 2 اصلا، خلينا في واحد بس وخلاص. انا لابسه 2 عشان العدوى، عشان الجرب بيتنقل للبني ادم من الارانب للبني ادم. فبصراحه حصلت معايا قبل كده ومش عايزاها تحصل تاني، لان الموضوع بيبقى صعب قوي. اهو ندهن. يا جماعه انصحكم بلاش التربيه الارضي في الارانب، عشان هي لما بيحصل اي حاجه لاي ارنب كله بيتعدى والدنيا بتبوظ، وانا متبهدله بسبب كده. الحمد لله ان ما كانش كل الارانب مطلوقه مع بعضها، برضه كان في جزء مطلوق مع بعض وجزء لا. طبعا احنا ايه الارانب دي بقى هنهتم بتغذيتها كويس. بصوا اللي بيجيله جرب بيبقى برضه سهل ان هو يجيله عرقوب، فاعتقد ان ده عرقوب يعني اهو، عرقوب اهو. هنعملوه برضه ان شاء الله، بس بعد ايه بكره بقى، بكره ادهن العرقوب ده. النهارده هدهنه جرب وبكره هدهنه الدهان بتاع العرقوب. هات الودان كده، هات الودان لسه ما اتدهنتش، انا دهنته كله. الودان برضو انا سبت الودان للاخر، عشان لو انا بدهنها في الاول وانا بمسك منها فبتفضل تتزحلق مني، فانا بسيب الودان اخر حاجه. بصوا بدهن وبحك بايدي كده. انا عايزه اقول لكم يا جماعه هو ده احسن علاج للجرب. اللي مش عايز حاجته تبوظ هو ده احسن علاج. المرهم ده لازم اول ما تبدا مشروع الارانب لازم المرهم ده يبقى عندك، ما يتقطعش من عندك، عشان اول ما تلاقي اي حاجه عندك تدهن منها بسرعه والموضوع ما ينتشرش. يا ريت تسمعوا الكلام و... وتصدقوني، لان انا والله ما بكذب عليكم. انا عايزه الخير للجميع، ويا رب يوفقكم جميعا كده ان شاء الله. ما تنسونيش في اللايك، اهم حاجه اللايك بالله عليكم، عشان ما حدش بيعمل لايك خالص على الفيديوهات. اللايك والاشتراك في القناه. ودمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.